السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في سيشن جديد من الكورس بتاعنا سيكوال سيرفر ادمنستريشن، وإن شاء الله مكملين مع حضراتكم رحلتنا مع الفايل والفايل جروب. في السيشنز اللي فاتت اتكلمنا على الكرييشن الخاص بالفايل أو الفايل جروب. تمام؟ إن شاء الله في السيشن ده هنتكلم على المينتننس اللي بتحصل على الفايل أو الفايل جروب. المينتننس لما نيجي نتكلم عن المينتننس أكيد بنقصد المينتننس الخاصة بسبب مشاكل حصلت في البرفورمانس او مشاكل خاصه او حصلت بسبب الايه الكباسيتي. ماشي، دي المشاكل اللي بتحصل اللي بنعمل على اساسها مينتننس للفايل او الفايل جروب. طب ايه اشكال المينتننس اللي ممكن تحصل على الفايل او الفايل جروب؟ اول حاجه ممكن نعمل ادنج فايلز، تمام، للفايل جروب بتاعنا، او نعمل اكسباندنج للفايلز الموجوده في الفايل الجروب، اكسباندنج للايه للفايلز بتاعتنا، او نعمل العكس خالص، نعمل حاجه اسمها شرينك اللي هي بنضغط للفايلات بتاعتنا. تمام، دي 3 اشكال للايه المينتننس اللي ممكن تحصل على الفايلز وبالتالي بتحصل في الفايل جروب. تمام، اول حاجه هنتكلم عليها هي الايه ادنج فايلز. نحطها كده ايه، نقول ده مثلا رقم 1 اهو، ادنج فايلز. ايه السيناريوهات اللي ممكن تخليني اعمل ادنج للفايلز بتاعتي؟ اول سيناريو ان انا مثلا عندي يعني الساعه التقديريه بتاعتي اللي انا كنت حاططها للداتابيس بتاعتي عدت الايه اللان او الايه الستورج اللي انا كنت ايه عامله للداتابيس دي، عدد الداتا كبر بدرجه كبيره بحيث ان انا اللان خلاص ايه او شكت ان هي ايه خلاص هتتملي على الاخر، فانا مضطر ان انا ايه اجيب لان تانية او بمعنى صح ستورج تانية بحيث ان انا اضيف ايه اكمل او استكمل ايه الداتابيس بتاعتي في اللان التانية. تمام، فبضطر اجيب ايه لان تانية وبالتالي اضيف فايل جديد. تمام، لنفس الايه الفايل جروب اللي انا طبعا بختاره في الداتابيز قبل كده. تمام، طيب ده سيناريو من السيناريوهات. طيب السيناريو الثاني ان انا عندي الفايلات بتاعتي عادي خالص، تمام، بس عندي كميه ترانزاكشن يعني غير متوقعه على الفايلز دي. تمام، الفايلز ديت هيضطر الترانزاكشن ده يعمل عندي زي طبعا بسبب كونكشن، بسبب حاجات كتير بتحصل ايه زي بوتل نيك كده، زي ان الترانزاكشن بتخش زي عنق الزجاج زي ما بيقولوا، فبيضطر يكون عندي لود على الداتا الفايلز بتاعتي، ويكون عندي البرفورمانس بتاعي ايه بيبدا ان هو ايه يبدا يكون في بطء او يكون في حاجه ايه لود على البرفورمانس. تمام، فبضطر ان انا ايه ازود عدد من الفايلز تاني بحيث ان هو يتوزع الترانزاكشن ده على ايه الفايلز دي كمان. تمام، ويقل الايه موضوع البوتل نيك. تمام، طيب موضوع البوتل نيك ده تمام هيقودنا لحاجه مهمه جدا، ان احنا طبعا عارفين ان السيكوال سيرفر بيتبع اللي هو الايه الراوند روبن الجوريزم. تمام، الراوند روبن الجوريزم اللي احنا طبعا عارفين ان هو ايه لو عندي عدد من الفايلز بيبدا يضيف الداتا فيها حسب حجم الفايل وبالتناسق بينها وبين بعض، بحيث ان انا لو عندي مثلا وليكن عندي الفايل رقم 1 ده ماشي الحجم بتاعه 1 تيرا ماشي، والفايل رقم 2 ده الحجم بتاعه برضه 1 تيرا. تمام، والفايل رقم 3 ده حجمه كام؟ نص تيرا اللي هو مثلا وليكن 500 جيجا. تمام، بيبدأ يضيف الداتا على الفايلز بالتناسق بينها وبين بعض. يعني الفايلات الكبيرة دي هيبدأ يضيف فيها مثلا ايه يبدأ ياخد 2 ترانزاكشن فيها او 2 رو مثلا فيها وليكن يعني، والفايل الثاني نفس الكلام، والفايل التاني يبدأ ايه ياخد 1 بالنسبة لايه
لحجم، يعني بيضيف الداتا فيه بالنسبه لايه لحجم. تمام. طيب انا لما ابدا اضيف، لو عاوز اضيف بقى ايه فايل بحيث ان هو يقلل عدد الترانزاكشن ده او يخف الترانزاكشن ديت على الفايلات بتاعتي، هل هضيف فايل واحد؟ تمام. طبعا مش هينفع. ليه؟ لان انا لو جيت هنا وليكن انا عندي اهو الداتابيس بتاعتي اهو، وليكن خلاص انا هضيف فايل جديد، هيبدا يملى لي الفايلز ديت لحد ما يوصل للايه لدرجه التناسق بينها وبين باقي الايه الفايلات. يعني ده مثلا الفايل الرابع اهو لسه جديد خالص، تمام، وليكن ده 500 جيجا، هيبدا يملى فيه لحد ما يوصل لايه نفس التناسق بينه وبين ايه باقي الفايلات، فهيبدا الشغل عليه على الفايل ده اكتر حاجه. تمام. طب ونفس الكلام هنبدا نبص عليه في اللي هو الايه ترانزاكشن، فهيبدا ياخد الترانزاكشن كلها هتبدا على ايه على الفايل ده بس. فبالتالي عشان اضيف فايل جديد ويقل فعلا اللود او بتاع اللود بتاع الترانزاكشن ده، لازم اضيف اكتر من فايل مش فايل واحد، بحيث اللود يتوزع على ايه كل الفايلات ديت لحد ما توصل لدرجه التناسق اللي هو يبدا يملى كمان معايا الايه الفايلات الجديده الفايلات القديمه. تمام. ده موضوع الايه الادنج فايل. تمام. طب ادنج فايل ده بيتم ازاي؟ برضو عن طريق شكلين، لا اما عن طريق جي او اي او عن طريق السكريبت. ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعضنا كده على الايه السيكوال سيرفر. فتحنا السيكوال سيرفر بتاعنا او المانجمنت تول او المانجمنت ستوديو يعني، ونشوف الداتابيس بتاعتنا اللي هو قلنا ايه تيست كمباني دي بي، وهنيجي كده كليك يمين عليها وبروبرتيز. تمام. هنيجي على الفايلز كده ونبدا نضيف الفايل اللي احنا ايه عاوزين نضيفه عادي خالص، ادنج اهو اد، ونضيف عادي ايه الفايل الجديد ونقول ده في الفايل جروب الفلاني وهكذا. دي الطريقه الايه عن طريق الجي اي. تمام. طب عن طريق الايه السكريبت، هاجي هنا بسهوله خالص كده، انا هعمل ايه هعمل تغيير في الداتابيس بتاعتي. تمام. فاستخدم alter data base واقول add file، سهل خالص، وابدا افتح كده القوس بتاعي، اديله اللوجيكال نيم بتاعي اللي هو نيم يساوي مثلا وليكن ان تيست مثلا وليكن تيست مينتيننس، ماشي، كوما، وادي الفايل نيم بتاعي اللي هو يعتبر الباص بتاع الفايلز بتاعتي. تمام. طبعا انا مش فاكر، معلش اعذروني، فانا ارجع ليها تاني كده اشوف هما كانوا موجودين في انهي باص. نحط مثلا في السيلز او الاتش ار تيست كمباني اتش ار. ماشي. واديله الاسم بتاعه، اسم الفايل هيكون مثلا ايه تيست مينتيننس والدوت ان دي اف. تمام. عاوز بقى اضيف السايز بتاعته واضيف الفايل جروب، الحاجات اللي هي الديفولت ديت ممكن اضيفها، وفي الاخر بقول له تو ايه تو الفايل جروب الفلاني، مثلا فايل جروب وليكن اللي هو ايه الاتش ار. تمام. ده شكل من اشكال الايه من اشكال زي ما بيقولوا كده اللي هو ايه السكريبت، يعني عشان اضيف الايه الداتا بتاعتي. فانا اعمل كده اكسكيوت اشوف هو زعلان ليه. عشان احنا ما ضفناش اصلا اسم الداتابيز. تمام كده نعمل اكسكيوت. ليه اتش ار مش موجود ليه؟ مش موجود. اسمه ايه بيرسون. ماشي، اسمه بيرسون. تمام. ماشي. نيجي نبص كده
هتلاقي عندنا مضاف اهو فايلز. فين بقى تيست اهو، تيست كومباني، تيست مينتيننس اهو ماشي، والفايل جروب كذا، وكل الايه البيانات الديفولت بتاعت ايه التانية. تمام، ده بالنسبة للايه ادنج فايل. تمام. طيب الحاجة التانية بقى اللي هو ايه expanding للفايل بتاعي. يبقى رقم 2 expand فايل. طب انا بعمل expand للفايل ايه؟ معناها ان انا بكبر الفايل بتاعي. طب انا بكبر الفايل ليه؟ وليكن انا برضو عندي إيه، طبعا انا عندي هوست مثلا، عندي فيه اكتر من داتابيز. ماشي، الهوست بتاعي مثلا فيه اكتر من داتابيز، وليكن انا شاري مساحه معينه مثلا خاصه بالداتابيز بتاعتي، والداتابيز بتاعتي ايه كبرت. تمام، فبضطر انا عاوز ايه اعمل اكسباند للداتابيز بتاعتي ديت، ان انا ازود مساحه. تمام، بسبب طبعا ترانزاكشن كتير عليها او الكلام ده كله، فابدا ازود مساحه، وبالتالي ابدا ازود الايه الفايلز بتاعتي. طب ماشي، حد هيقول لي طب ما في اوتو جرو. ماشي، انا الاوتو جرو تمام وزي الفل، بس مش انا ممكن يكون يعني كشركه او سياسه شركه ان انا مش عامل اوتو جرو اصلا على الداتابيز بتاعتي، لان انا مرتبط بمساحه معينه، فمدي للايه للفايلز بتاعتي حجم معين، فبالتالي انا عاوز اكبر برضو الحجم، مش اوتو جرو، لان ممكن يكون في مثلا ايه فايلز هتكبر عن فايلز بناء عن مثلا فايلز دي خاصه مثلا بالاتش ار، وفايلز تانية خاصه بالاوردر، وفايل تانية خاصه مثلا ترانزاكشن او موفمنت او ترانسفير او اي حاجه من الحاجات اللي بتحصل دي على التيبلز، حسب بقى الشغل اللي في الداتابيز بتاعتي. تمام، فانا عاوز يعني اكبر الفايلز بشكل انا يعني حاطه او عامل له بلان عندي، بحيث ان انا استفاد من الايه السايز الموجود على الايه السايز الموجود اللي انا هشتريه. تمام. طيب انا قبل ما قبل ابدا من اعمل اكسباند، انا عندي حاجه اسمها ايه دايناميك مانجمنت فيو. دايناميك مانجمنت فيو، دي ام فيو ماشي، او دي ام في ماشي. دايناميك دي اسمها ايه؟ اسمها سيس دوت دي ام اندرسكور دي بي اندرسكور فايل اندرسكور سبيس اندرسكور يوز. ايه حلاوه الدي ام ديت؟ بتجيب لي السبيس اللي فاضله في الايه او اللي فاضله في الفايلز بتاعي. تمام، تجيب لي الفايل وتجيب لي الايه الفري سبيس الموجوده او الايه اللي فاضله في الفايل بتاعي بالاكستنت. ماشي، بتجيب عدد الاكستنت اللي فاضل. طب مش عاوزين نحولها، هنحولها طبعا بايه؟ هنضرب في 128 زي ما احنا عارفين. تمام، فبنيجي كده مثلا وليكن ادي ايه سيلكت، لو عاوزين نشوف بس شكل الدي ام في دي. تمام، نقول مثلا سيلكت ماشي فروم سيس اهو دوت ايه بقى دي ام اندرسكور دي بي اندرسكور فايل ماشي سبيس يوز. ماشي، طيب ممكن نجيب استريك كده نبص على الايه الحاجات اللي فيها. ماشي، طبعا ايه عدد كبير من الفايل. هنقول مثلا انا عاوز ايه او فايل اي دي ماشي اندرسكور اي دي فايل اي دي و
الكولوم اللي احنا محتاجينه allocated extend page count. ماشي، هنضرب في 1.0. ليه بنضرب في بوينت؟ عشان يحولها لايه؟ لفلوت، عشان هنقسم على 128. ماشي، وده يعتبر اللي هو ايه، هنديها اسم كده وليكن الفري سبيس. تمام، واعمل اكسكيوت كده، هيجيب لي الايه بالميجا بايت عدد الفري سبيس الموجوده في كل ايه، كل فايل موجود عندي. طيب ماشي، طب انا عاوز بقى اعمل بقى، خلاص انا شفت الفايل اللي انا المفروض اعمل له ايه اكسباند. الفايل ده مثلا صغير، حجمه صغير، او الفري سبيس اللي فيه حجمها صغير، فببدا اعمل ايه، اعمل اكسباند ليه. فباجي كده مثلا وليكن هقول ايه، طبعا بغير في داتابيز، يبقى ايه alter database modify فايل. كل اللي انا بعمله بقول ايه، بحدد اسم الفايل او اللوجيكال نيم بتاع الفايل ده. ايوه كده الاي دي بتاعه اهو، واول واحد اللي هو ايه human resource 1. تمام اهوت، واقول له السايز اللي انا عاوزه مثلا وليكن سايز، واحدد بقى السايز اللي انا ايه اللي عاوز اضيفه ليه، وليكن مثلا ايه 20 480 مثلا كي بي. ماشي، وهتلاقيني اعمل ايه النجمة بتاعتي. طبعا كل مرة بننسى الايه اسم الداتابيس بتاعتنا اللي هي تيست كومباني دي بي. التر اكسكيوت اصلا ما احنا ما حطيناش نيم، ما احنا مش المفروض هنا اسمها نيم. تمام، واقول له اكسكيوت كده، عمل اكسكيوت. احنا لو جينا كده شفنا الفايل تاني، هنلاقي مساحته ايه كبرت عن الايه عن قبل كده. تمام، ده بالنسبه لايه الاكسباند فايل. تمام، طيب ايه بقى النوع التاني من المينتنس؟ ان احنا نعمل ايه شرينك للفايل بتاعنا. الشرينك ده بقى من الحاجات المهمه واللي عاوز تركز فيها جدا، لان احنا مش هنستخدمها كتير، ويفضل وريكومندد ان احنا ما نستخدمهاش كتير. تمام، بس مهمه برضو، ولازم ايه نعرف ان احنا نضغط الفايلز بتاعتنا. تمام، طبعا في اعتقاد خاطئ جدا ان احنا انت مثلا ايه عندك الفايل بتاعك فيه مساحات فاضيه جوه الداتا مثلا، فده بياخد وقت كبير من الباك اب، وده طبعا ايه اعتقاد خاطئ. تمام، طيب بس احنا ساعات بنحتاج الشرينك ده في حاجات تانية، ممكن ايه خلال السيشن او خلال شرحنا ليها اوضحها لك. اول حاجه الشرينك ده 3 انواع او 3 اشكال من الشرينك. اول حاجه لو عاوز اعمل الشرينك لفايل بعينه، ماشي، او اعمل شرينك للاول فايلز، وبالتالي معاهم برضو الايه اللوج فايل. تمام، او ان انا اعمل ايه اوتو شرينك اصلا للداتابيس بتاعتي. تمام، دي 3 انواع من الشرينك. طيب لو خدنا اول واحد اللي هو الشرينك فايل، ماشي، الشرينك فايل ده تمام، عشان اعمل شرينك عموما او للشرينك فايل او شرينك اول فايل دي معناه ان انا بعمل الداتابيس كلها، فبستخدم الكوماند اللي هو ايه دي بي سي سي اللي هو ايه شرينك فايل. تمام، وبحدد اول حاجه طبعا اسم الفايل اللي انا ايه اعمل له شرينك. تمام، وبحدد فيه الجزء الثاني اللي هو انا ايه ليه حاجه من الاثنين، لا اما حاجه اسمها التارجت فايل او التارجت سايز قصدي، او بخليها حاجه اسمها بكتب امبتي فايل. التارجت سايز دي لو انا عاوز ايه اخليه يعمل شرينك لسايز معين انا ايه انا محدده، او ان انا اقول له امبتي فايل معناها ان انا ايه
هفضي الفايل ده خالص من الداتا بتاعته وانقل الداتا بتاعته ديت لايه؟ فايل تاني. تمام. طب دي بنستخدمها امتى؟ لما يكون انا عندي فايل عاوز ايه؟ عاوز اشيله. معنى ايه؟ معناه مثلا وليكن انا عندي الداتابيس بتاعتي فيها عدد من الفايلز كتير كده. تمام. والفايل ديت واخده مساحه مثلا كتيره او كده لسبب ما، او وليكن مثلا عندي ايه؟ الداتابيس بتاعتي عاوز فيها ايه؟ عدد من الفايل كتير كده مثلا. ماشي. وانا عاوز انقل الفايل ديت من اللان ديت لللان دي التانية. ماشي. فابدا اعمل ايه؟ ابدا اعمل شرينك ليها واعمل انبيتي فايل بحيث ان انا اشيل كل الفايلات اللي في اللين ديت والداتا تتنقل عند اللان التاني. تمام. لسبب ما بقى عاوز اشيل اللان ديت اعمل لها ابديت او اعمل ابجريد او حاجه من الحاجات دي. تمام. ده شكل من الاشكال او اليوز الخاصه بالشرينك فايل. تمام. ايه تاني بحطه في الكومنت بتاعنا؟ بضيف اللي هو يا اما نوع الترانكيت، حاجه من الاثنين، يا اما الترانكيت اونلي يا اما ايه؟ نو ترانكيت اصلا. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ لو اخترت ترانكيت اونلي وليكن اهوت عندي ادي الفايل اهو. ماشي. وانا عندي الداتا ايه. ماشي. فبيبدا من عند اخر الفايل ويبدا يعمل ايه؟ شرينك للفايل ده لحد ايه؟ اخر allocated ايه؟ extent. ماشي. بيعمل شرينك للايه؟ للجزء ده من غير ما يبص على باقي الفايل. طب نو ترانكيت بقى لا، بيعمل عمليه فريجمنتيشن. يعني ايه فريجمنتيشن؟ يعني ادي الفايل اهو ولا عندي داتا وبعدها داتا تانية اكستنت تاني، المساحه دي فاضيه والمساحه دي فاضيه. تمام. بيبدا ايه؟ من عند برضو اخر نقطه ويبدا يعمل شرينك. تمام. هيقابله اكستند، هيبدا ياخد الاكستند ده ويعمل موفمنت للايه؟ لاول مساحه فاضيه في الفايل بتاعي ويفضي المساحه دي ويرجع ده شوف برضو اخر مساحه فاضيه فين ويبدا يحط فيه وهكذا لحد ما ايه؟ يجمع الداتا بتاعتي في حته ايه؟ حته واحده ويفضي له كل المساحه دي. طبعا ناس هتقول لك ان الطريقه دي كويسه. الطريقه ديت من اسوأ الطرق في الشرينك. ليه؟ لان هي بتاخد برفورمانس كتير جدا وبتسبب مشاكل كتيره جدا في موضوع الفريجمنتيشن ده والداتا لوس والكلام ده كله. تمام. فيفضل ان احنا نعمل ايه؟ ترانكيت اونلي. تمام. طيب لو عاوزين نعمل بقى بجي يو اي هنعملها ازاي؟ هنيجي بكل بساطه على الايه؟ داتابيز كده ونختار الداتابيز بتاعتنا. تمام. كليك يمين نعمل تاسكس ونعمل شرينك ونعمل نختار ايه؟ فايلز. هتظهر لنا الايه؟ الشاشه الجميله ديت. بنحدد طبعا ده الداتا والفايل جروب اللي احنا عاوزين ناخد منه وليكن بيرسون مثلا. ماشي. بنحدد الفايل نيم اللي احنا عاوزين ايه؟ نعمله شرينك وليكن هو تيست ايه؟ تيست مينتنس. تمام. لازم نتاكد ان احنا ريليز unused سبيس ديت عاملين لها ايه؟ اختيار علشان ديت هي معناها ان انا بعمل ترانكيت اونلي. تمام. وادوس اوكي كده بعمل الشرينك للايه؟ للفايل ده. تمام. لو انا شلت عملت recognize pages before releasing unused space دي معناها الايه؟ no truncate. ماشي. ده بالنسبه للايه؟ للفايلز. طب احنا لو عاوزين نعمل ترانكيت بقى للداتابيز على بعضها كليك يمين تاسكس شرينك ونختار داتابيز وادي الداتابيز. واهم حاجه الاختيار ده ما يكونش ايه؟ متعلم عليه. لو اتعلم عليه معناه ان هو يعمل ايه؟ نو ترانكيت كل الفايلز الموجوده وده طبعا هياخد ايه؟ برفورمانس وريسورس كبيره جدا. فاحنا نتاكد ان هي مش متعلم عليه وندوس ايه؟ اوكي. تمام. طيب يبقى احنا قلنا ادي الايه؟ الفايل اللي هو ايه؟ دي بي سي سي اللي هو شرينك فايل او ان احنا بنختار الايه؟ شرينك داتابيز. تمام. دي بي سي سي شرينك فايل. ماشي. وبحدد طبعا اسم الفايل ايه هو وليكن اللي هو source 1 ده مثلا وليكن. ماشي. واحدد اللي هو ايه؟ 0
مش قلت امبيتري فايل اهو، وترانكيت اونلي، واقفل الفايل ايه، واقفل الايه القسم ده شكل. والتاني اللي هو ايه دي بي سي سي شرينك داتابيز، واضيف اسم الايه الداتابيز بتاعتي بس، وليكن ايه اللي هو تيست كومباني دي بي. يبقى دول ايه الشكلين بتوع الايه دي بي سي سي، اما شرينك فايل اما شرينك ايه داتا بيز. تمام. وبكده يبقى عملنا ايه، عملنا مينتنانس للداتابيز بتاعتنا، سواء عملنا شرينك تمام، او عملنا اكسباند، او عملنا ايه ادنج للفايل. تمام. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط، وما يكونش الفيديو طويل شوية عليكم. انا عارف ان هو ممكن يكون في ناس في حاجات مثلا يعني ايه تاهت منها وكده، فان شاء الله يعني بالتعود الحاجات دي كلها ايه يعني هتحس ان هي بسيطة بإذن الله تعالى. تمام. وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في سيشن جاي بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.